مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل البريتزل. طريقته بسيطة وسهلة. تعالوا نشوف المقادير. 3 كوبايات ونص دقيق المخبوزات، حوالي 440 جرام. وزنتهم الأول قبل ما نخلهم. هضيف عليهم 3/4 كوباية لبن حليب كامل الدسم، ربع كوباية سكر، معلقتين صغيرين فانيليا، 5 معالق كبار زبدة حوالي 70 جرام. دي انا طلعتها من التلاجة من حوالي 2-3 ساعات. بيضة كاملة، دي بيضة متوسطة، وصفار بيضة متوسطة، نص معلقة صغيرة ملح. بالنسبة للخميرة هحتاج ربع كوباية مية دافية، معلقة كبيرة سكر، معلقتين كبار خميرة فورية. وانا بسلق البريتزل هحتاج مية تقريبا لتر مية، 5 معالق كبار سكر، معلقة كبيرة قرفة. وفي الاخر خالص هرش على البريتزل سكر. هنا يفضل السكر الخشن قوي، ممكن البراون او الابيض اللي نلاقيه متوفر عندنا. طبعا قبل ما ارش السكر هدهن البريتزل الاول ببياض بيضة. تعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة هجهز الخميرة. هحط معلقة كبيرة سكر واقلبهم الاول. طبعا المية دي دافية. بعد كده احط الخميرة معلقتين كبار. بعد كده اغطيها واسيبها لحد ما يتضاعف حجمها. بعد كده ابتدي انخل الدقيق. هحط الفانيليا معاها نص معلقة صغيرة ملح وانخلهم الاول. الخطوة اللي بعد كده هجيب حلة صغيرة كده واحط اللبن كله ومعاه السكر واحط الزبدة. بعد كده احطهم على نار هادية خالص لحد ما السكر يدوب والزبدة تدوب، يعني يبقى دافي كده. كله داب مع بعضه. درجة حرارته اقدر اتحملها، يعني فيها سخونية بسيطة جدا. هبتدي دلوقتي اخلطها بالدقيق. اول حاجة هعملها احط الدقيق كله، وبعدين اعمل حفرة في النص كده، وبعدين احط الخليط وابتدي اعجنها. ما احطش البيض دلوقتي لانه هو مازال سخن شوية. هي كده تقريبا خلاص. نلاحظ ان العجينة ناشفة جدا ومفرولة، يعني لسه ما اتعجنتش كويس لان احنا لسه هنحط البيض. بالنسبة لدي المخبوزات يبقى فيه نسبة جلوتين عالية، بيساعد على عملية الفرد والتخمير في نفس الوقت. لو احنا عندنا مش متوفر او ما بينجحش معانا، ممكن في الوقت ده اضيف معلقة خل ابيض، معلقة كبيرة، بتعمل كمحسن خبز. هنا هبتدي اضيف البيض. هحط اللي هي البيضة كاملة وصفار البيضة، وبعدين ابتدي اخلطهم كويس. طبعا قبل اضافة البيض لازم اتأكد ان العجينة دافية مش سخنة. زي ما احنا شايفين الخميرة تضاعف حجمها كده. البيض اختلط كويس. هبتدي احط الخميرة. بعد ما اعجنها وحسيت انها لسه ناشفة ممكن ازود شوية لبن. لو لقيتها طريت قوي ازود شوية دقيق. هي كده العجينة اتعجنت كويس. خدت طبعا وقت بعد ما ضفت الخميرة. ونلاحظ انها طرية. بعد كده هجيب بولة صغيرة وارش فيها شوية زيت واحط فيها العجينة. بعد كده بمقص صغير ابتدي اقص في العجينة كده، او ممكن طبعا بالسكينة، وبعدين اغطيها واحطها في مكان دافي عشان يتضاعف حجمها. بالنسبة للعجينة ديت عشان فيها سكر وزبدة ممكن تاخد وقت اطول في عملية التخمير. بعد كده هبتدي اجهز الصاجة اللي هستعملها. يا اما احط لها ورق زبدة وادهنها بشوية مارجرين، او احط لها السيليكون شيت بس ما ادهنوش باي حاجة، او ممكن على الصاج على طول ادهنها بالزبدة بس. زي ما احنا شايفين العجينة تضاعف حجمها. خدت تقريبا ساعة.
لان الجو يعتبر حر شويه. هبتدي دلوقتي اقسمها الاول. هقسمها تقريبا ل20 قطعه. واحطهم في نفس البولة دي، وما بين طبقة وطبقة احط بلاستيك عشان ما يلزقوش في بعض عبال ما اخلص. بعد ما اقسمهم كلهم لازم اغطيهم وانا شغالة عشان ما ينشفوش، عشان كل قطعة ما تعملش وش واعرف افردها. بعد كده هبتدي اشكل واحدة واحدة، افردها طويل كده، حتة طويلة، احاول اخليها متجانسة. دول تقريبا 50 سنتي. بعد كده ابتدي الفيها بالطريقة دي، الناحية اليمين فوق الشمال، وبعدين الف لفة كمان ولفة كمان، ودي اعملها على شكل مثلث كده، وبعدين اقوم رافعة دي وصوابع الاتنين جواها، واقوم حطاها فوق الاطراف، وبعدين اقلبها تبقى بالشكل ده. ممكن اعملها بس عقدة من ناحية، يعني دي الفها من فوق، والناحية التانية برضو الفها من فوق، كده الكمية كلها انا عملتها. هبتدي دلوقتي الخطوة اللي بعد كده، وعلى نار عالية اجهز مقلاية كبيرة، واحط طبعا المية كلها والسكر ومعلقة القرفة. استنى لما المية تغلي الاول، واكون مجهزة مقصوصة كبيرة كده. انا سبته يخمر كده لمدة 10 دقايق، يعني عالي شوية. قبل ما ابتدي اكون مجهزة طبق فيه ورق مطبخ، لان هطلعه احطه على ورق المطبخ ده عشان ما يبقاش فيه ميه. طبعا ممكن اعمل اكتر من واحده في وقت واحد، بس اكون حريصه وسريعه. واحاول اكب الميه كده فوقيها عشان يبقى السخونيه من فوق وتحت. ما عندهوش اكتر من 10-15 ثانيه، مش اكتر من كده. هلاقيه عالي كده، اشيله على طول واحطه على ورق المطبخ، وفي نفس الوقت ما سيبهوش كتير على ورق المطبخ عشان ما يلزقش فيه، واحطه في الصاجة. طبعا لما احطهم في الصاجة احطهم متباعدين. بعد كده هبتدي اضرب بياض البيضة لحد ما تفور قدامي كده كده كفاية، وبفرشة ناعمة ابتدي ادهن الوش. الخطوة دي على قد ما اقدر ابقى سريعة عشان ما يهبطش. في الوقت ده هولع الفرن على درجة حرارة 420 فهرنهايت، يعني تقريبا 210 درجة مئوية. بعد كده ارش السكر، احطه دلوقتي في الفرن، ما استناش عليه عشان ما يهبطش. البريتزل استوى، خد تقريبا 12 دقيقة في الفرن. بعد 8 دقايق انا بدلت الصاجات، وتأكدت ان هو استوى من تحت، عشان ممكن يحمر قدامي عشان فيه بيض ومن تحت ابيض، فلازم اتأكد ان استوى من تحت. حاولوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا، والى اللقاء.